صلاح في أول حروف اللقب صامد لا يستسلم، أمين وفي آخر حروف لقبه هو جامد والحمد لله رب العالمين. بيسجل جول في العمق في قلب الهجوم يعلنها 9 أهدافه في موسم استثنائي يكفي أن نقول من حيث الظروف الخاصة بذلك الفيروس. 4 أهداف وانتصار مستحق. يلا بينا للتفاصيل. كلوب يكشف لماذا لم يشرك جوتا أساسي وجعله على الدكة. كلوب يكشف كيف تسببت عادات محمد صلاح وماني الإسلامية في تغيير خطط ليفربول. تعليق ورد فعل المحللين بعد هدف صلاح والغناء له من الجماهير. كلوب يكشف حقيقة انزعاج محمد صلاح وماني وفيرمينيو بسبب تألق جوتا. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في أداء صلاح أمام وولفهامبتون، وليفربول قادر على عودة سلسلة الانتصارات واللا هزيمة في ظل وجود المنافسة القوية لهذا العام. وطبعا كالعادة نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، نرجو منكم الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بلايك. كلوب يكشف لماذا لم يشرك جوتا أساسي وجعله على الدكة. تحدث مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب عن تواجد اللاعب دييغو كوتا على دكة البدلاء أمام وولفهامبتون في مباراة الليلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. والتقى الفريقان في الجولة 11 من البريمير ليج في ملعب الأنفيلد. وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة البي بي سي العالمية: لم يمضي وقت طويل منذ أن لعب جوتا مع وولفهامبتون يمكنه الشعور بكيفية اللعب ضدهم من على مقاعد البدلاء. وأضاف: جوتا يمثل خيارا رائعا بالنسبة لنا للدخول كبديل إلى أرض الملعب. وواصل: مشاركة كيلهر، انظر عليك أن تكون حذرا بالنسبة لوضع أدريان، أنت في حاجة بالفعل إلى الخبرة، ولكن كيلهر قدم أداء جيدا في المباراة الأخيرة لهذا فهو يستحق ذلك. واستكمل: إنه حارس مرمى جيد ونحن نثق به، هذا كل شيء. وفيما يتعلق بتواجد الجماهير في مباراة الليلة بعد فترة غياب دامت أشهر عديدة بسبب الفيروس، أجاب: متحمس لكي نكون صادقين، لا نعرف ماذا نتوقع، لكنني أخبرت الأولاد أنني تعودت على اللعب أمام هذا النوع من الجماهير، لكنني سعيد حقا أن البعض يمكن أن يكون هنا، إنها علامة مبشرة. كلوب يكشف كيف تسببت عادات محمد صلاح وماني الإسلامية في تغيير خطط ليفربول. كشف يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول أنه كان يقوم بتغيير خطط الفريق في يوم المباراة بسبب العادات الإسلامية لمحمد صلاح وساديو ماني، الثنائي الإفريقي المسلم لليفربول. كان لهما الدور الأبرز في فوز الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بعد غياب ل30 عاما. صحيفة ذا أتلتيك البريطانية نقلت تصريحات يورجن كلوب في فيلم وثائقي عن فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي وما وراء الكواليس لتحقيق ذلك اللقب. وقال كلوب في تصريحاته أثناء الفيلم الوثائقي: لست أذكى شخص على الكوكب، ولست الأكثر مهارة، لست أفضل مظهر، لكن كل هذه الأشياء ليست مشكلة على الإطلاق. وأضاف: يراني الناس متحركا للغاية على الخط، أظهر دائما وأنا أطحن أسناني، لكن لا يمكنني أن أكون مثل المفكر، لا يمكنني أن أبقى صامتا. ويعتقد الجميع أنه من الواضح أن شيئا ما يدور في ذهني. وأكمل: ربما أكون كالغبي، ربما أنا أكثر مدرب حصل على بطاقات حمراء وأكثر الذين تم تغريمهم في تاريخ الدوري الألماني. الحكام لا يستطيعون التعامل مع ذلك حقا. وكشف كلوب عن أفكاره الرائعة حول الاهتمام بكل التفاصيل مع الفريق وتغيير بعض الخطط والروتين للتماشي مع عادات اللاعبين، أبرزهم محمد صلاح وساديو ماني. وقال كلوب: أحب أن يكون لدينا الكثير من العادات والثقافات المتعددة والمختلفة. أعتقد أن وجود محمد صلاح وساديو ماني أفضل السفراء لكونهم مسلمين في الفريق أمر رائع للغاية. وأشار: يغسل المسلمون أجسادهم، يقصد الوضوء في كثير من الأحيان طوال اليوم، لديهم أوقاتا يقومون فيها بغسل أجسادهم قبل الإحماء وبعد الإحماء أيضا في يوم المباراة، لذلك يستغرق الأمر وقتا طويلا. واختتم: لذلك قررنا تغيير روتين يوم المباراة. في الحقيقة الأمر لم يتسبب لي في مشكلة، لقد عدلنا للتو أوقاتنا من أجل محمد صلاح وساديو ماني، لأن الأمر يستغرق دقيقتين بالضبط، ومن السهل منحهما هاتين الدقيقتين ليقوم بما هو مهم للغاية بالنسبة لهما.
تعليق ورد فعل المحللين بعد هدف صلاح والغناء له من الجماهير. عادل الدولي المصري محمد صلاح اليوم الأحد عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو المسجلة في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفا في مرمى ويلفهامبتون. وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في شباك ويلفهامبتون ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وبتسجيله هدف اليوم يكون محمد صلاح قد عادل عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد. وسجل كريستيانو 84 هدفا خلال 196 مباراة مع الشياطين الحمر طوال 7 مواسم، لكن صلاح سجل أهدافه 84 خلال 131 مباراة، أي أقل ب 65 مباراة. وسجل صلاح 82 هدفا في الدوري بقميص ليفربول خلال 4 مواسم، وهدفين بقميص تشيلسي في موسمين. وجاءت تعليقات المحللين في البي إن سبور على هدف صلاح والخطأ الفادح من المدافع قائلين: المدافع أخطأ جدا عندما استلم الكرة، كان من المفروض أن يدفع الكرة، وخصوصا كان بجانبه مهاجم بحجم صلاح، لا يمكن استلام الكرة بهذه الطريقة. وهندرسون مرر الكرة بطريقة جيدة جدا، وهذه هي قوة القائد هندرسون، يدافع وفي نفس الوقت يصنع الأهداف. وهندرسون مرر الكرة بطريقة جيدة جدا، وهذه هي قوة القائد، يدافع وفي نفس الوقت يصنع الأهداف. وصلاح في العمق يستغل الفرصة ويسجل منها، وشيء رائع عودة الجماهير والغناء لصلاح أغنيته المفضلة. بالتأكيد استمتع عندما سمع صلاح أغنيته المفضلة وأعطته حماس لتقديم مباراة جيدة، وهذا رأيناه. وتوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين في 2017-2018 32 هدفا، وفي موسم 2018-2019 22 هدفا، مقابل مرة واحدة لكريستيانو رونالدو في موسم 2007-2008 31 هدفا. كلوب يكشف حقيقة انزعاج محمد صلاح وماني وفيرمينيو بسبب تألق جوتا. كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب حقيقة وجود حالة من الانزعاج بين ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو بسبب تألق البرتغالي دييغو كوتا. ووصل جوتا إلى ليفربول قادما من ويلفهامبتون في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وتمكن جوتا من التألق بشكل سريع مع حامل اللقب، ونجح في تسجيل 9 أهداف في مختلف المسابقات. وشعرت جماهير ليفربول بالقلق تجاه إمكانية تأثير تألق جوتا على الثلاثي محمد صلاح وماني وفيرمينيو، وإمكانية نشوب حالة من التوتر بينهم في المباريات لتسجيل الأهداف. ولكن عندما سئل عما إذا كان تألق جوتا قد أزعج الثلاثي، أجاب كلوب في تصريحات نشرتها شبكة ليفربول إيكو الإنجليزية: لا توجد مشكلة، جوتا يبلي بلاء حسنا في الوقت الحالي. وأضاف: ولكن للحفاظ على هذا المستوى عليه أن يعمل بجد وأن يكون في حالة جيدة ويسجل الأهداف، لأن الأولاد الآخرين يفعلون ذلك عادة.